السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا بشرى سارة من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني لجميع الطلبة قبل رمضان ان شاء الله. الله المستعان، ربنا يسعدكم جميعا. ما ننساش اللي مش مشترك في القناة ينورني يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. فضلا منكم وليس امرا نضغط على اللايك، وربنا يجزي خير كل اللي بيحط لي لايك لان بيدعمني جدا، وباقي الطلبه بتشوف الفيديو. يلا بينا على تفاصيل الخبر. ارسلت مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الجيزه خطاب مهم وعاجل للادارات التعليميه. المهم القرار اللي بيتبعت لاداره بيتبعت لجميع الادارات، بتبقى قرارات رسميه على جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. ايه بقى الخطاب بيقول ايه؟ بشأن اختبارات شهر مارس وابريل لصفوف النقل للفصل الدراسي التاني، اشارت ان امتحان شهر مارس هيبتدي يوم 5 مارس، وامتحانات شهر ابريل هتبتدي 2 ابريل. تمام كده. واكدت المديريه ان عقد الاختبار في الجزء الذي جرى تدريسه خلال الفتره السابقه، وفي جزء من الحصه، زي ما احنا ده طبعا مش جديد ان هو في جزء من الحصه، ويكون على مستوى المدرسه، ويكون اختبارات قصيره بتحقق الهدف التربوي منها، وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به اسئله تعجيزيه او معقده او تحمل معنيين، والحرص الشديد على تفادي الاخطاء. تاني، الأسئلة الاختبارات هتكون قصيرة. دي أول خبر طبعا هيبسطكم جدا. التاني خبر معايا إن هيكون تحقيق الهدف التربوي منها هتكون في مستوى الطالب المتوسط، مش هيكون فيها أسئلة تعجيزية، ده بقرار رسمي يا شباب. ومش هتكون معقدة، والاختيارات مش هتحمل معنيين ان انت تختار دي ولا تختار دي، زي المشكله اللي كانت بتقابلنا الفتره اللي فاتت. والحرص الشديد على تفادي اي اخطاء. ايه هي الاخطاء اللي بنقع فيها على طول يحصل فيها مشاكل في بعض الادارات التعليميه في بعض المحافظات؟ ان بيجيب لك اسئله، مثلا الاسئله دي ما تكون من السنه اللي وراها او من السنه اللي قبليها او كذا او كذا، بيبقى في اخطاء بهذا الشكل كتيره جدا، والطلبه بتتاثر في درجاتها طبعا. واضافت مديريه التربيه والتعليم بالنسبه الاولى وتانية ثانوي امتحانهم هيكون ورقي وليس الكتروني. يا شباب الامتحان هيكون ورقي، وفي الاجزاء اللي درستها خلال شهر مارس وابريل. تمام كده. والاختبار هيكون على مستوى المدرسه، وفي جزء من الحصه هيكون على مستوى الطالب المتوسط، وتفادي وجود اي اخطاء في الامتحانات. وبالتوفيق للجميع. لو وصلت لغايه هنا حط اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.